اخاف لو هسه ابي دمي. نعم. ما يهمني. نعم. يوميا مسوي لي لقاء بذوي شهداء سبايكر وتجيني 4 نسوان يذبن الشيل ولطم وحا وحي وحو وها وهو. شنو هاي؟ نعم. انت مو جاي تلطمين يوميا بالبيت، مو جايتني بمجلس النواب تلطمين، لو بفندق الرشيد افتهمنا، اعرف انت ابنك شهيد والدم الى حرمته، بس انت لو صدق ابنك هيك عزيز عليك وطالع من قلبك مو تلطمين تلاحقين اللي قتله. بس اول مره خلى عتبه، لان غير نائب ما يعتبه، اللي يعتبه فائق الشيخ علي حتى يفتهم الخطا من عنده مو من عندي. انت اخطأت، رحت دليت بصوتك، انت بعت العراق مو انا ما بعت العراق، انت رحت اعطيته صوتك وصعدت لي اياه وردت تجيبه رئيس وزراء عليه وسويت لي ما ادري ايش قد، هو انا اللي ادري بيهن 410,000 صوت، بس بعدين بيوم اعلان النتائج صار 721,000 صوت. شلون ما ادري، طبعا الله قادر على كل شيء يعني ما اعرف. فشلون البرلمان لا يهش لا ينش؟ البرلمان بالدورة السابقة جزء من عملية الفساد بالدولة العراقية، لأنه قابل ويا الحكومة ومتفاهمين. صراع قال النجيفي حكى المالكي، قضيناها 4 سنين هاي الأخيرة بهاللعبة الضحك على الشعب العراقي بهالطريقة هاي. وبعدين اثنيناتهم قاعدين هسه نواب رئيس جمهورية، قاعدين رجل على رجل ويوميا يجتمعون ويا فخامة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ويضحكون على الشعب العراقي وعلى الناس وعلى الكذا، لأنه امتيازاتهم وبيوتهم وكلها موجودة وملياراتهم وشيء مرتاحين كل زين. في المنطقة خضراء ما أدري خضراء وبيضاء وصفراء وحمراء وبجميع المناطق وبدول العالم كل شيء عندهم. بعدين اكو شيء انا هواي مستغرب، اذا تقول لي ذولا طلاب قوه اسمع شوف هنا النقطه انتبه لها، هاي كلش هو مهمه. هاي اللي راح اقوله ما قايلها احد. اذا انت تقول لي ذولا طلاب قوه جويه متطوعين ليش كلهم شيعه؟ شو ما بيهم ولا سني؟ شو القوه الجويه الطيارات بس للشيعه؟ يعني سني كردي ما يطير بالعراق، تركماني مسيحي هذا ممنوع، بس الشيعه من الجنوب. اذا قلت لي هيك، واذا قلت لي ليش كلهم شيعه؟ اذا انت هيك خايف ليش الشيعه دازهم بتكريت تدربهم؟ ما دزيتهم بالناصريه بقاعده الامام علي؟ يعني حاله انت اذا ردت تذبحهم، انت من رحت طوعتهم وكلهم شيعه. ما اريد لي سني بيهم مذبوح، ماكو. اريد لي كردي دقيقه، اريد لي كردي بيهم، اريد لي مسيحي. ليش تدزه بتكريت؟ مو انت جاي تقول مناطق سني؟ دقيقه كانت امينه، انت الحكومه تقول مناطق ملتهبه، لا وين امينه؟ يا يوم تكريت استقرت هي وسامر كانت امينه، والدليل بعض النواب يقولون انه ليس داعش ما استقرت. هاي مو جاي صار سنين الاعلام يصيح المثلث السني ما مستقر، انت ليش شيعي تودي التكريت حتى تريد الذبح؟ واذا قلت لي لا ذولا كلهم قوه جويه، ليش كلهم شيعه؟ شنو العراق هو بس للشيعة والسنة والأكراد والمسيحيين واليزيديين والصابئة؟ ذولا ما يصيرون طيارين؟ ما يصيرون يخدمون بالقوة الجوية؟ هاي مقابلتك اليوم ايش تصورها هينة؟ أولا انتقدنا موضوع الانسحابات، قلنا هذا ما موجود بدول العالم، هذا بس بالعراق وبدعة لازم توقفون. تدري يلا هم تذكرت فد نقطة، سنة ينسحبون، منو بقى بالقاعة؟ شيعة، بقى شيعة واكراد، هذول متحدين بيناتهم متفاهمين من ايام المعارضه، وين اكو صوت مخالف لهم. اكراد ينسحبون، من يآزرهم؟ يآزرهم الشيعة، يبقون بس السنه وحدهم، راح استخدم مصطلح عامي، مجنزعين بالبرلمان. الشيعة ينسحبون وهم الكتله الاكبر. الاكراد اذا ما ضمنوا وياهم وطلعوا حتى لو بقوا قاعدين يبقون هم والسنه مو اغلبيه بالبرلمان. خلص المعادلة غلط، ما يصير تنسحب، انت عندك مطالب، عندك البرلمان ما ينسحبون من عنده، البرلمان يبقون قاعدين بيه. اللي ينسحبون، وانت اذا تريد تنسحب انسحب من الحكومة، روح